اهلا بيكم مكملين مع بعض. خلاص اخر حلقة في سلسلة تصحيح مسار. ايه الاخبار يا ترى؟ زي ما دخلنا رمضان زي ما احنا خلاص بنخرج، ولا يا ترى الدنيا احسن؟ مين وعيه زاد؟ مين افكاره اتغيرت؟ مين ما بقاش زعلان من ربنا زي الاول؟ مين ما بقاش زعلان من الدنيا يا فاطمة زي الاول؟ يا رب تكونوا استفدتوا. النهاردة اخر حلقة في تصحيح مسار، وخلاص آخر أيام رمضان، خلاص بنودع رمضان، فقلنا هنودع رمضان مع الدعاء. تعالوا النهاردة نصلح مسارنا في نظرتنا للدعاء، لأن في ناس كتير زعلانة من ربنا إنه نرمين أنا بدعي وربنا مش بيستجيب. طب هو ليه ربنا قال لنا ندعي لما هو في الآخر كده كده ربنا هيعمل اللي هو عايزه؟ طب يبقى أنا أدعي ليه؟ يبقى أنا أولح ليه بقى في الدعاء لما هو كده كده في الآخر ربنا هيعمل اللي هو عايزه؟ في ناس كتير زعلانه، انا دعيت كتير قوي يا نرمين بس ربنا برضو ما استجابش. تعالوا اقول لكم تشبيه حلو قوي يخليكم تتصالحوا شويه ونصلح مسار النضاره بتاعتنا في الحته دي. تعالوا نتخيل كده ان انا واحده اعرف مثلا اي حد، مثلا اي حد زميلي قريبي ايا كان، وانتي واحده صاحبتي جيتي قلتي لي ايه ده نرمين، انت تعرفي فلان؟ نرمين والنبي جوزيهولي بليز ارجوكي، انا بحبه جدا وهموت واتجوزه وده حلم حياتي. اقول لك يا سلام، بسيطه. اعمل انا وانتي خطه كده جميله من بتاعت ايه، خطط الستات الحلوه، واجوزهولك. بعد سنه تيجي بقى انت شايله البيبي كده حلوه، تدخلي تقتحمي عليا حياتي فجاه. اسكتي يا نرمين، ده فلان طلع حسبي الله ونعم الوكيل، طلع وطلع 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 وعمل فيا وعمل وعمل وعمل. فانا رديت عليكي بمنتهى الثبات والهدوء. طب ما انا عارفه رد فعلك هيكون ساعتها ايه. اقل حاجه هتمسكي في زماره رقبتي، يعني اقل حاجه هتجيب، يعني هتعملي فيا ايه؟ لو حلفتلك 100 يمين ان انا عملت ده بدافع الحب هتصدقيني؟ لو حلفتلك 100 يمين ان والله انا كنت عايزاكي، شايفاكي بتحبيه فكنت عايزه ابسطك، فعشان كده خبيت عليكي انه مدمن وان هو وان هو وان هو عشان انت ما تزعليش، هتصدقيني؟ هتشوفي ان انا صاحبه؟ هتشوفي ان دي فعلا مشاعر حب؟ ولا هتتهميني ساعتها بايه؟ اكيد هيبقى مشاعرك كلها مشاعر غضب. اذا ولله المثل الاعلى، لما تيجي تتعاملي مع ربنا وتيجي تدعي دعاء، اعرفي ان ربك مجيب، بس اعرفي ان هو محب، اعرفي ان هو ستار، اعرفي ان هو حفيظ. هو الاول بيسترها معاكي وبيحفظك وبيحميكي ممكن من حاجات انت مش متخيلاها. فهو مجيب بس في مصلحتك، مش في حاجه بتضرك، مش في حاجه هتاذيكي، مش في حاجه انت لسه مش جاهزه ليها. لانه اوقات كنت ستيف هارفي سمعت له تشبيه حلو جدا، بغض النظر هو صح ولا غلط بس المعنى بتاعه حلو. انه لما بنيجي ندعي من ربنا حاجه خلاص دن، الباكينج اتعمل، الفكره انت اللي you're not ready to receive الحاجه دي. فانت اصلا ممكن تبقى دعوتك هتاخديها انت اللي لسه مش جاهزه، فانا بحميكي اني اديها لك دلوقتي وانت مش جاهزه ليها. يمكن العريس التحفه اللي انت عماله بتدعي بيه ده انت لسه مش جاهزه انك تكوني في علاقه، انت اللي لسه سايبه نفسك سنه واتنين وعيك ما بتشتغليش عليه. فانا لو اديت لك الراجل التحفه ده انت اللي هتبوظي العلاقه وتضيعيها. فاعرفي ان ربك مجيب، اعرفي ان حسبة ربنا وحكمة ربنا وخبرة ربنا وعلمه غيرنا. عشان كده في الاستخارة بنقول له يا رب انت تعلم وانت علام الغيوب، لا نعلم وانت اللي تعلم وانت علام الغيوب، احنا ما بنعرفش. فاذا حطي دايما وانت بتدعي ان هو مجيب، محب، حفيظ، بيسترها معاكي وبيحفظك. طيب تيجي واحده بقى تتلامض وتقولي طب يا نرمين ما في حاجات دعيتها واستخرت ربنا واتاذيت فيها، طب ربنا ما حمانيش منها ليه؟ حلو، يبقى لما تلاقي نفسك في حته دعيت واستخرت وكل الاشارات، حطي تحت دي 20,000 خط، خدتني ان انا اكمل، ما جاتليش اشارات اقفي وانا قعدت عافر واقفي وانا قعدت مكمله وان انا امشي، يبقى هنا لازم اسال نفسي سؤال صح. بدل ما اقول ليه يا رب انا استخرتك وعملت كده والدنيا حصل فيها كده، اقول يبقى انت ليه يا رب جبتني المحطه دي علشان اتعلم ايه. يبقى ما دام دعيت واستخرت، يبقى ربنا لما جابني هنا كان في حكمه، دي كانت حته في الرحله بتاعتي انا لازم اعدي عليها. يبقى ايه الكارت اللي لازم اخده في جيبي؟ يبقى ايه الدرس اللي لازم اتعلمه؟ يبقى ايه الحته اللي في النسخه بتاعتي محتاجه اتعلمها عشان اعمل نسخه احلى قبلك بيها يا رب؟ يبقى انا جيت هنا الحكمه.
هو سيدنا يوسف لما اتأثر، لما نزل في البير، لما حصل له السجن، كل ده كان ليه؟ كان تدبير من ربنا عشان يبقى عزيز مصر. يبقى اوقات لازم نثق في تدابير ربنا. فلو احنا نزل علينا الرضا والثقة ان هو الخبير، ان هو العليم، انه محب، هنقدر عقلنا يشوف الدرس ويشوف الحكمة ويشوف ايه هنا المحطة دي ممكن تكون واخداني لفين. بس لو نزل علينا الزعل والقهر واحساس الضحية وليه يا رب وكل ده والرفض، هنفضل هنفضل مزنوقين، مش هنعرف نشوف الحكمة ولا الدرس ولا نوصل للحاجة اللي ربنا كان عايزها، فمش هينوبنا غير المشاعر السلبية والوجع. يبقى دي أول حتة عايزين نصلح فيها المسار بتاعنا. طيب نقطة أخيرة بقى، كتير ناس عندها قناعة إنه محدش بياخد كل حاجة. بصي الحياة دي 24 قيراط، ربنا بيوزع إيه، محدش بياخدهم كلهم متوزعين زي بعض. بصي اصل انا بحس كده لو الفلوس جت في حاجه قدامها بتروح، اصل ما اعرفش ايه لو جه ممكن قدامه مش عارفه يحصل ايه. انا كنرمين رايي انه البرمجه دي اللي اتبرمجنا عليها والقناعه دي، انا بشوف يعني ده رايي يحتمل الصواب والخطا، ان دي اساءه ادب اصلا مع ربنا. كاني بقول لربنا انت لو اديتني حاجه هتاخد قدامها حاجه. كاني بشوفه ان هو لا يمكن يديني كل حاجه، فهو هينقي لي بقى يديني حاجات وحاجات لا. طب ما تيجوا نغير النضاره ونقول ربنا واسع، ربنا قادر يديني كل حاجه، ربنا مالك خزاين الدنيا كلها، ولو اداها لي كلها ده مش هينقص من ملكه شيء. بس ربنا بيختار لي اللي فيه خير ليا. انا باخد من الدنيا اللي فيه خير ليا، اللي فيه صلاح ليا. لكن لما اقولها اني ربنا ما بيديش كل حاجه، غير لما اقول انه قادر يديني كل حاجه بس هو بيحميني من الحاجات اللي تاذيني. It's totally different. دي هنا انا بشوف ان فيها اساءة ادب مع ربنا، هنا انا شايفة انه في قمة الثقة في ربنا وانه حكمته وانه الخبير. فلو انتوا جواكوا ده ادعوا ربنا بكل اللي تتمنوه، وسعوا، ادعوا 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 بكل حاجة، اوعوا تخافوا. اوعوا تخافوا يبقى دعوتكم كبيرة، احسن لو حصلت يحصل بعدها كذا، احسن اتحسد، احسن يحصل. خلوا ظنكم في ربنا حلو، احسنوا الظن بربنا، واطلبوا وتمنوا كده واشتهوا كده زي ما بيقولوا، وانتوا عندكم يقين ان لو حصلت وان شاء الله تحصل يبقى ده الخير ليا، لو ما حصلتش يبقى في حكمة ما، يبقى أنا لسه مش جاهزة، يبقى هنا في مسار تاني أحلى. الحاجة اللي أنا عايزة أخدها دي ربنا هياخدني ليها، وأتاكم من كل ما سألتموه، ولكن هاخدك يمكن من طريق تاني غير الطريق اللي انت متخيلاه. فأرجوكوا خلوا عندكم عقلية كده واثقة في كرم ربنا، واطلبوا واطلبوا وادعوا، وخلوا الدعاء ده في حياتكم. مش بس رمضان بيجي فبندعي وبعد كده بقى خلاص يوم الجمعة ندعي وخلاص. خلوا الدعاء ده يا جماعة في حياتكم زي الأكل والشرب. يوميا لازم تطلبي من ربنا، يوميا لازم تسأليه، يوميا تقولي له اديني يا رب. واللي ما بيحصلش النهارده، كل مرة بترفعي ايدك ما بتنزلش صفر، بتاخدي بيها حاجة. انت عندك اوفر كل يوم اخد حاجة من ربنا، بس انا ما بعملش كده، بكسل ادعي. فارجوكوا ادعوا، واحنا خلاص في اخر رمضان. ادعوا وادعوا لي معاكم، يا رب يا رب يا رب اكون قدمت محتوى كويس يكون نافع حضراتكم. يا رب اكون ساعدت انه الناس الكتير اللي زعلانه من ربنا، يا رب يا رب اكون قدمت حاجه تكون قدرت تخلي مشاعرنا اهدى واحسن من ربنا. يا رب يتقبل، ويا رب يا رب اكون قدمت حاجه مفيده. شكرا.